من حوالي 10 أيام تحديدا 23/7، وفي إحدى القرى الحديثة في الساحل الشمالي كانت أم وبنتها راجعين من البحر، ماشيين على رجليهم عادي في طريقهم للشاليه، وفجأة لقوا في ظهرهم جولف كار كان سابقهم. البنت اللي سايقة الجولف كار عمرها مثلا 16 سنة، وكانت ماسكة الموبايل وبتبص فيه، وفي لحظة خبطت الأم بكل قوتها، وقعتها على الأرض، حتى ان بنتها ما قدرتش تقول لها حسبي، ما لحقتش. برضو حابين ان احنا نكلم حد مسؤول عن ضبط قواعد المرورية، او كان مسؤول في مرور 6 أكتوبر، اللواء محمد إحسان حمزاوي، مدير مرور 6 أكتوبر سابقا، ويعرفنا على ايه الضوابط المرورية على الجولف كار. الو 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 ايوه اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا سياده اللواء؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك سمعت الحادثه اللي كنت بحكي عنها؟ سمعتها، عرفت بيها. طيب عايزه اسال حضرتك، هل الجولف كار بيعتبروها مثلا مركبه من وجهه نظر المرور، ولا مركبه خفيفه؟ لا، هو قانون المرور المصري 66 لسنه 73 وتعديلاته لغايه دلوقتي ما منحش الجولف كار الترخيص، بالتالي ما بيدوش لوحات معدنيه ولا بيبقى فيه تامين اجباري عليه. هي مركبه خفيفه تستخدم داخل الكومباوند وداخل المجمعات السكنيه والنوادي والجامعات والحاجات اللي زي كده. لكن لازم يكون في سن معين لقياده الجولف كار، ولا اي عمر يقدر يسوق الجولف كار حتى جوه الكومباوند او القريه؟ لا، لازم يبقى في سن معين، دي بتحددها لائحه للكومباوند او المجمعات السكنيه او النوادي او الجامعات، بيبقوا عاملين لائحه محددين فيها اللي يقود المركبه دي ايه، عنده كام سنه، هل يحمل رخصه قياده خاصه ولا لا، يعني ما بيبقاش اقل من 18 سنه، ولازم يبقى عنده رخصه قياده